حدث مهم جدا بيحصل في مصر قبل زلزال 92 بيو، وزلزال 92 يعتبر واحدة من أكتر الكوارث الطبيعية اللي حصلت في مصر في التاريخ الحديث. والحدث ده إن مجموعة من الروحانيين شافوا حاجات هتحصل قبل الزلزال بيو، والأغرب إن كل اللي شافوه حصل 1992، وتحديدا 10 أكتوبر الساعة 3:09 العصر. وده تاريخ أقوى زلزال حصل في مصر. الزلزال ده كان كارثي بكل المقاييس، وطال كل فئات المجتمع. المناطق الشعبية والعشوائية كلها اتدمرت، والمناطق الراقية مفيش حتة في مصر ما تأثرتش بزلزال 92. لكن التاريخ اللي بنتكلم عنه النهاردة، أو الحدث اللي بنتكلم عنه النهاردة، حصل قبل الزلزال بيوم، يعني يوم 9 أكتوبر سنة 1992. مجموعة من الروحانيين في مصر متعودين يتقابلوا مع بعض بشكل سري وغير علني في واحدة من الأماكن السرية اللي كانت تابعة لجمعية الأهرام الروحية. والجمعية دي كانت مشهرة، وكان بينضم ليها مجموعة كبيرة من الروحانيين، أو اللي بيطلق عليهم المعالجين الروحانيين أو أصحاب الطاقات والطاقات الروحية. وجمعية الأهرام الروحية كانت مشهرة بشكل طبيعي، وكانت متخصصة في العلاج الروحاني، وكان بينضم ليها أشهر العرافين والدجالين، وكمان ما يطلق عليهم المعالجين الروحانيين. ومن أشهر أعضاء جمعية الأهرام الروحية الحاجة صفصف وعبد الفتاح التوخي والسيد الحسيني، ومجموعة كبيرة جدا من العرافين والمنجمين اللي يعتبر معروفين في مصر. بعد إلغاء جمعية الأهرام الروحية، فضل مجموعة من الروحانيين يتقابلوا بشكل سري علشان يقعدوا مع بعض في أعداد غير مختلفة، ويعرضوا فيها قوة كل واحد فيهم بطريقة منفصلة. وكانوا بيستخدموا مجموعة من الطلاسم اللي بتساعدهم في تحضير الأرواح، واللي كانوا بيطلبوا منها شوية معلومات من الروح اللي هم بيحضروه علشان تروح تقول لهم المعلومات دي في الجلسة. ويكونوا المجموعة اللي قاعدين كلهم سامعين الكلام اللي بيتقال، أو شايفين الصورة اللي الروح ظهرتها لهم بعد ما هم حضروا الروح دي في جلسة تحضير الأرواح السرية اللي كانت بتتعمل في جلسات مغلقة. قبل زلزال 92 بيوم، كانت الناس دي مجتمعة في بيت من بيوت البلد، وكانوا قاعدين في جلسة دائرية، واتفقوا اللي هم عايزين يحضروا الروح يسألوها في شوية حاجات ليها علاقة بالطالع أو ليها علاقة بالغيبيات زي ما هم بيقولوا. والروح فعلا بعد ما ظهرت لهم ورتهم حاجة غريبة جدا، ورتهم صورة لمصر ولكن ظاهر عليها دمار قوي جدا. والغريب إن الصورة دي كان شكلها مرعب جدا على حسب وصف العرافين اللي حضروا الاجتماع ده. والغريبة إن الصورة دي لما ظهرت للروحانيين كان فيها مجموعة كبيرة جدا من رجال السياسة. وهنا كانت مجموعة الروحانيين اللي قاعدين مش فاهمين الصورة دي عايزة تقول لهم إيه. الغريب كمان إن الرئيس مبارك ما كانش ظاهر في الصورة خالص، ما كانش ليه وجود تماما، رغم إن مجموعة كبيرة من السياسيين ظهروا في الصورة دي عادي. وكان تفسيرهم ساعتها إن احتمال بنسبة كبيرة الرئيس مبارك يموت تاني يوم، وبعدها اتشكلت قدامهم صورة غريبة للشيخ الشعراوي. وهنا رجع الروحانيين قالوا إن اللي هيموت هو الشيخ الشعراوي، والرئيس مبارك هيعمل له مراسم دفن وعزاء كبيرة جدا. ولما ظهرت صورة الشيخ الشعراوي كان باين على وشه علامات الحزن جدا. كان العرافين دول بيشتغلوا مع ناس كبيرة جدا، والناس دي كانت بتدفع أرقام كبيرة جدا ليهم مقابل اللي هم يقولوا لهم الأسرار ويقولوا لهم الطالع ويدوم شوية أسرار، ومفيش مشاكل يظبطوا لهم الطاقة الروحانية بتاعتهم شوية. وإذا احتاج الأمر ممكن يعملوا لهم شوية أعمال سحرية. وغالبا الأعمال السحرية اللي كانوا بيعملوها لهم دي كان ليها أثر كبير جدا، وعشان كده بيدفعوا مبالغ مالية كبيرة جدا. المجموعة الروحانية دي بعد ما خلصت الجلسة بتاعتهم شافوا الصورة الغريبة اللي ظهرت لهم، شافوا إنه في أحداث غريبة في مصر هتحصل تاني يوم. حاولوا يوصلوا الصورة دي لمجموعة من السياسيين ورجال الدولة، وقالوا لهم اللي شافوه. وناس كتير جدا ما اقتنعوش باللي هم قالوه، قالوا إن الناس دي بيقولوا لهم كده عشان ياخدوا منهم فلوس زيادة أو يضحكوا عليهم بأي حاجة. لحد ما جه تاني يوم، وتحديدا الساعة 3:09 زي ما ذكرنا في أول الحلقة، حصل أقوى زلزال كارثي ممكن يحصل في مصر. تعالوا بقى نراجع جلسة الروحانيين اللي حصلت قبلها بيوم، وتعالوا نشوف اللي اتحقق منها ايه من خلال الصورة اللي طلعت له. أولا، إن الرئيس مبارك فعلا ما كانش موجود، لأنه كان في زيارة رسمية للصين وكان موجود هناك، وأول ما عرف بموضوع الزلزال رجع بسرعة على مصر. والنقطة التانية، إن الشيخ الشعراوي طلع في كل القنوات ولقاءات كتير، وكان على وشه ملامح الحزن. ولأن الرئيس مبارك كان خارج البلاد فعلا، الطبيعي إن ما يكونش في الصورة اللي طلعتها لهم الروح في الجلسة اللي حصلت قبلها بيوم. برغم إن القصة دي جت على لسان واحد من الروحانيين، واللي مرضاش يقول اسمه، واللي اتكتبت في واحدة من المواقع الإخبارية الكبرى. جمعية الأخبار الروحية كانت جمعية مشهرة جدا في مصر، وكان بينضم ليها مجموعة كبيرة من السحرة والمشعوذين. والصورة العلنية للجمعية إنها بتعتمد على علاج الناس بالروحانيات، لكن الصورة الحقيقية السرية لجمعية الأهرام الروحية هي متخصصة في السحر والطلاسم وفك السحر وعمل السحر الأسود بأنواع المختلفة. ده غير إنهم عندهم تحكم قوي في الجن
وعشائر الجن من خلال طلاسم كتير جدا، أو في كبرى الكتب الموجودة المتخصصة في المجال ده زي كتاب شمس المعارف والعزيف وغيره. وهل فعلا في ناس تقدر تعمل كده أو تتنبأ بالحاجات اللي هتحصل في المستقبل؟ قولولنا في التعليقات.